السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه ميكس. في الفيديو ده ان شاء الله عندنا خبر سعيد جدا هيكون ليه تاثير ايجابي وقوي جدا على كل الدوريات المحليه في قاره افريقيا، زي الدوري المصري، الدوري المغربي، التونسي، الجزائري، الجنوب افريقي. كل الدوريات المحليه هيخليها اقوى بكتير جدا، وكمان هيكون ليه تاثير كبير جدا ومباشر على ان بطوله دوري ابطال افريقيا هتكون اقوى، وكمان الكونفدراليه الافريقيه هتكون اقوى بكتير جدا. وليه بقى؟ لان الاتحاد الافريقي اعلن مضاعفه المكافآت الماليه لكل الانديه اللي هتشارك في البطولتين اللي بيشرف عليهم للانديه، اللي هم دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. طب ممكن تسالني تقول لي ايه تاثير ده على الدوريات المحليه زي الدوري المصري مثلا او المغربي او وات ايفر؟ هقول لحضرتك اني اكيد كل الدول الافريقيه فيه منها فريقين، الاول والثاني بيصعدوا لدوري ابطال افريقيا، والثالث والرابع بيصعدوا للكونفدراليه الافريقيه. ففي ظل ان المقابل المادي بقى مضاعف مرات كتيره جدا، فكده كل الانديه هتصارع بكل قوه انها تكون من الاربعه الكبار دول في ترتيب اي دوري محلي. وده برضه هيخلي اللعيبه برضه تقاتل، لان المكافآت برضه هتزيد بما ان المقابل المادي للمشاركه في البطولات دي هيزيد. ففي الفيديو ده ان شاء الله هنستعرض الجوائز الماليه اللي اقرها الاتحاد الافريقي في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه الافريقيه في الموسم القادم. فمثلا النادي اللي هيحصل على دوري ابطال افريقيا اصبح بيحصل على 4 مليون دولار، قبل كده كان بيحصل على 50,000 دولار بس. تصور من 50,000 دولار الى 4 مليون دولار، شوف كم ضعف، انا مش عارف احسبها، يمكن 100 ضعف ولا حاجه. فطبعا هنستعرض الجوائز الماليه الخاصه بدوري ابطال افريقيا ان شاء الله في الموسم القادم. فالبطل هيحصل على 4 مليون دولار، والوصيف هيحصل على 2 مليون دولار. الأندية اللي هتوصل إلى نصف النهائي وهتخسر كمان هيحصل كل نادي على 1,200,000 دولار. الأندية اللي هتوصل إلى ربع النهائي هتحصل على 900,000 دولار. طيب، في أندية طبعا بتوصل لدور المجموعات، فطبعا في الأول والثاني بيصعدوا للدور ربع النهائي ونصف النهائي لو كملوا، وفي 2 أندية بيحتلوا المركز الثالث والرابع في كل مجموعه، طبعا بيخرجوا من البطوله، ولكن برغم خروجهم من البطوله فصاحب المركز الثالث في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا هيحصل على 700,000 دولار، وصاحب المركز الرابع في دور المجموعات هيحصل على 700,000 دولار. في أندية مثلا بتشارك في الدور التمهيدي، مجرد انه يشارك، زي بيراميدز مثلا. بيراميدز من مصر هيشارك في الدور التمهيدي، ولكن الاهلي مثلا تم اعفائه من الدور التمهيدي، عشان الاهلي بقى الانديه اللي بتكون بتشارك في الدور التمهيدي في دوري ابطال افريقيا بتكون الانديه الضعيفه اللي ملهاش تواجد قوي في دوري ابطال افريقيا. ولكن برغم كده الانديه اللي بتشارك في الدور التمهيدي بتحصل على 50,000 دولار. حتى لو لعب في الدور التمهيدي اللي هو الاقل جدا جدا هيحصل على 50,000 دولار. دي مكافأة كانت بقت أعلى من المكافأة اللي كان بياخدها البطل قبل كده. فدي الجوائز المالية اللي أقرها الاتحاد الأفريقي بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا. بقى الجوائز المالية الخاصة بالكونفدرالية، البطولة الأقل في الاتحاد الأفريقي، فالبطل بتاع الكونفدرالية أصبح بيحصل على 2 مليون دولار، والوصيف بيحصل على مليون دولار. ممكن نقول نص المكافآت اللي بيحصل عليها الحاصل على دوري ابطال افريقيا. ففي الكونفدراليه زي ما قلنا ان البطل هيحصل على 2 مليون دولار، والوصيف هيحصل على مليون دولار، والوصول الى نصف النهائي في الكونفدراليه النادي هيحصل على 750,000 دولار، وربع النهائي النادي اللي هيوصل لربع النهائي يحصل على 550,000 دولار. وفي دور المجموعات الانديه اللي هتوصل لدور المجموعات وهتحصل على المركز الثالث هتحصل على 400,000 دولار، واللي هيكون ترتيبه الرابع في دور المجموعات فهيحصل برضو على 400,000 دولار، رغم انه هيخرج اصلا. الثالث والرابع من المجموعات طبعا عارفين بيخرجوا، ولكن كل نادي منهم هيحصل على 400,000 دولار، والنادي المشارك في الدور التمهيدي هيحصل على 50,000 دولار. كان المصري في كلام انه ممكن يشارك في الدور التمهيدي، ولكن تم اعفائه من الدور التمهيدي. احنا عارفين ان بطوله الكونفدراليه القادمه ان شاء الله هيشارك فيها من مصر الزمالك حامل اللقب، والمصري اللي هو ترتيبه رقم 4 في الدوري المصري. فطبعا ده مقابل مادي كبير جدا، بالنسبه لنادي زي المصري مثلا، نادي جماهيري ولكن دايما بيعاني من الازمات الماليه. فلما يقاتل ويحصل انه يوصل للكونفدراليه الافريقيه، فمجرد انه يشارك هيحصل على 50,000 دولار، وده مبلغ كبير جدا على فكره، برضو ممكن يحل لهم ازمات ماليه كتيره جدا. وان شاء الله المصري ربنا يسهل ونتوسل فيه، ممكن يوصل لدور المجموعات. فمجرد انه يوصل لدور المجموعات يبقى ضمن 400,000 دولار. فمثلا لو كمان صعد من دور المجموعات ووصل ربع النهائي هيحصل على
$550,000. لو وصل لنصف النهائي يحصل على $750,000. فممكن يوصل بقى للمباراة النهائية. في مجرد وصوله للمباراة النهائية نادي زي المصري يعني يهمه جدا، يعني $1,000,000 لو وصل للمباراة النهائية مثلا، حتى لو لا قدر الله وصل للمباراة النهائية وخسر هيحصل على $1,000,000. لو مثلا المقابل المادي ادى دفع للاعيبه النادي المصري مثلا وحصل على البطوله هيحصل على $2,000,000. فطبعا دي مبالغ بالنسبه لنادي الزمالك ممكن تكون عاديه، ولكن نادي الزمالك برضو مش عاديه بالنسبه له، انه نادي الزمالك بالفعل في ازمات ماليه متكرره فيهمه جدا. فبطوله زي كده اكيد هتقوي الكونفدراليه نفسها، وكمان هتقوي الدوريات المحليه، ان هيكون في قتال شرس جدا من الانديه في كل دوري محلي، الدوري المصري، المغربي، التونسي، الجزائري، اي دوري محلي برضه هيكون في قتال جدا ان كل الانديه تصارع انها تكون من الاربعه الكبار عشان تشارك في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه الافريقيه. فطبعا ده خبر مهم جدا بالفعل. افريقيا يعني محتاجه انها يعني يكون في مقابل مادي كويس للبطولات الخاصه بالانديه. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وشكرا لكم جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.